ايش مشكلتك يا احمد؟ يا شيخ ها انصفني يا شيخ، ترى زوجي يبي ينقص من قدري قدام الحريم. عيب عليك عيب عليك، بشرشع منك تنقص من قد زوجتك رفقا بقوارير، مش خدك دبست تكسر القوارير حقنا، مش خبر هذا ما ينفعش يا حمد. قوم اعتذر لي يلا اعتذر. اقول يا شيخ انا ما بيعتذر مني، ابي يشتري لي ثوب جديد اروح فيه العرس. ها با متى با؟ اشتري لي ثوب جديد. ثوب جديد؟ ايه هي أقول يا شيخ قول. يلا نوفر اللقمة، وهذه المرة كل شهر تبع ثوب جديد لأجل تروح الأعراس داخل القبيلة والقبائل اللي حولنا، وماشي معايا قروش. انا من يوم ما دخلت الديره عندكم ما وصلتش عرش. نعم يعني لانه مستهلك ثوب معناته نزل من قدرك. ايه يا شيخ يباني يروح العرس بثواب اللي لبستها من قبل. ما ياكل شو يكون القهله بعده. وش حالي منه؟ ها هو تزوجني لازم انه يشتري لي اللي اطلبه منه. أقول والعيال وش ياكلون؟ كل هون كل هون انت. اسمع ايش اقول لك، انا حكمي اللي بقوله الان. تمام طلقه. وش قلت يا شيخ؟ طلقه. مرة ما تقدر زوجه ولا تقدر ظروف زوجه بسرسع منك. طلقه. لا يطلقني يا شيخ، حرام عليك عندي اولاد. وش ذا الحكم يا شاهين؟ بدل ما تحل المشكلة تفرق بينهم